مش هتصدقوا لقوا ايه تحت اهرامات الجيزة. العلماء اكتشفوا حاجات تحت الاهرامات هتغير كل حاجة نعرفها عن كل حاجة. في سنة 2022 الباحثين استخدموا تقنية جديدة اسمها SARDT، ودي نوع متطور من الرادار بيقدر يشوف اللي تحت الارض، وببساطة كده قدروا يشوفوا اللي تحت الاهرامات. وهنا كانت المفاجأة، لانهم لقوا شبكة انفاق ضخمة وهياكل معقدة وكأنها مدينة مدفونة. اول حاجة لقوها كانت 5 غرف جديدة عند قاعدة الهرم الاكبر، والغريب في الموضوع ان الغرف دي متطابقة مع الغرفة الرئيسية اللي معروفة باسم غرفة الملك خوف، ودي كانت مجرد البداية. تحت الهياكل دي في 8 أعمدة اسطوانية ضخمة نازلة في عمق أكتر من 600 متر تحت الأرض، وكل عمود منهم حواليه ممر حلزوني نازل لتحت. مش بس كده، الأعمدة ال8 مقسومين لمجموعتين، وكل مجموعة بتدخل جوه غرفة مربعة عملاقة مساحتها 80 متر في 80 متر، متصممين بدقة هندسية مرعبة. ولسه في أدلة إن في مباني وممرات تانية بتوصل لحد 2 كيلومتر تحت الأهرامات الثلاثة، وكلها متصلة ببعض. الاكتشاف ده بيخلي فكرة ان الاهرامات مجرد مقابر للملوك اصعب في التصديق، لان ببساطة مين هيحفر شبكة انفاق بالحجم ده بس عشان يدفن واحد؟ والسؤال بقى، هل فعلا الاهرامات مجرد مقابر للملوك ولا في سر كبير وراه احنا لسه ما نعرفوش؟ خليكم معايا عشان تعرفوا الكلام على ايه.